ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ومعه الصحابة الكرام، فيقول النبي للصحابة: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فيبحث النبي على علي بن أبي طالب، فقال له الصحابة: علي لم يأتي هذا اليوم لأنه أصيب بالرمض في عينيه، فلم يأتي لأنه لا يرى شيئا. فقال: ائتوني به. فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عيني علي بن أبي طالب فبرئتا، فأعطاه الراية وقال له: سر على رسلك حتى تنزل بساحتهم. فخاض غمار الحرب، فضربه أحد الكفار على ترسه فكسر الترس، فالتفت إلى شيء يريد أن يحتمي به، فوجد أبواب حصن خيبر، فحمل أحد الأبواب وانتزعه انتزاعا ووضعه بشماله وجعل يقاتل بيمينه. يقول بعض الصحابة: كنت آتي أنا و10 من أصحابي ولا نستطيع حمل هذا الباب.